النهارده يا جماعه هنعمل طريقه الكشري المصري المية مية لكل اخواتنا العرب اللي عايزين يعرفوا طريقه الكشري. هنجيب رز، هنجيب شعريه، هنجيب بصل وبننقعه كده ونحط عليه ملح ونحط عليه شويه كمون ونسيبه ينزل الميه بتاعته. حمص على النار وحطيناه في ميه وحطيناه عليه شويه ملح. بحب ماما تحب تعمل معاه شويه عيش معمولين كده بالزبده. بنحمر العيش وبنسيبه يتحمر ونسيبه على النار. عندنا العدس اهو وبنصفيه، استنى عليه ان هو يتحمص يبقى مقرمش كده زي العيش اللي هو كريسبي محمص اصلا. وليش من عندي انا رغيفين عادي يعني. ايوه ما كلفتش نفسي. ايوه واديني حمرت العيش اهو. ايوه عاملاه حجيبه اصلا كده حجيبه. وبس عشان يبقى معون واحد بروح شايله العيش بستنى عليه بس ياخد لون اللون البني براون بتاعه ده. يبقى محمر كده. ايوه. بعد كده برفع العيش. الرحمن الرحيم. هنطلع العيش اهو يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي فيه بيحب طبق الكشري بالعيش بيبقى كريسبي كده جنب الكشري بيتاكل. اللي يعرف الكشري المصري بناكل جنبيه كده عيش كريسبي مقرقش. في البصل معاكته بالماجد ايوه والملح. وحطيتي سنه ملح. خلي بالك عشان مرضى الضغط، عشان خاطر ايه يبقى الورد بتاع الكشري دوت هو البصل ده. ايوه ويبقى مقرمش كده وجميل. يدي طعم يبقى حلو معانا. نفس الطبق بالبصل اهو. وبعد ما دعكنا البصل الكشري بيحب الورد كتير. ايوه الورد يا جماعه يعني البصل وهو ماما يعني عايزه تعرفوا كل حاجه. منظر للطبق. ماما هتحط نوعين مكرونه مش كتير طبعا عشان الاكل ما يترميش حرام. حطت سباكيتي. نص الاسباجيتي. ايوه راح على الدراي. ايوه ونص اللي هي صغيره. حطت بقيه المكرونه بتاعتها اللي هي الصغيره ومكرونه سباكيتي كبيره بس